صباحكم ومساءكم جميل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نحكي حدوتة جديدة. كان في بغبغان اسمه ونسان، عايش مع جده عرفان في حديقة الحيوان. والحديقة كبيرة وبيزورها ناس كتيرة وفيها حيوانات ونباتات أشكال والوان. كانوا الاتنين بينبسطوا جدا لما زوار الجنينة ينبهروا بجمال ألوانهم وقدرتهم على تقليد الكلام. بس المشكلة إن ونسان كان بيكرر أي كلام من غير ما يفهم الصح من الغلط، بيقولوا والسلام. جده عرفان كان دايما يقوله إن تكراره الكلمة مش فاهمها عيب خطير، وإن لازم يسأله الأول يقولها ولا لأ، وإلا ممكن يقع في مشاكل كتير. وفي مرة من المرات كان إنسان واقف على شجرته، سمع ولد بيقول أنا زعلان. وزعلان كانت كلمة جديدة عليه، أول مرة يسمعها ومش فاهم يعني إيه. وكعدته من غير ما يسأل جده فضل يقول أنا زعلان أنا زعلان بصوت عالي. زوار الجنينة سمعوه وافتكروا إن البغبغان من وجودهم زعلان للدرجة دي. وفجأة المكان قدام بيت البغبغانات بقى فاضي واتغيرت الأحوال، والناس اللي كانت بتسقف لهم وتحب تتصور معاهم مشيوا، سواء كبار أو أطفال. ولما عرف جده عرفان اللي عمله قال له مش قلتلك تسألني قبل ما تكرر أي كلمة تسمعها؟ اعتذر ونسان لجده وقال له دي هتكون آخر مرة أكرر كلمة من غير ما أسألك عنها وأفهمها. وقعدوا الاتنين يفكروا ازاي ممكن يخرجوا من المشكلة اللي وقعوا فيها، وايه هي الطريقة اللي يفهموا الناس انهم بيحبوهم ويرجعونهم تاني بيهم. وبعدين جده عرفان قال له جاتني فكرة، ايه رأيك اعلمك كلمات جديدة، بس المرة دي كلمات حلوة وكل الناس بتحبها وبتبقى بيها سعيدة. الفكرة عجبت ونسان لأنه عايز الناس تحب كلامه زي زمان ومحدش يتضايق من اللي بيقوله تاني. وبعد ما جده دربه كويس قال بصوت عالي أنا بحبكم وحشتوني، ارجعوا عندي يا صحابي. الناس سمعت صوت ونسان الجميل وحبوا كلامه المهذب واللطيف، وعشان كده رجعوا يقعدوا عند بيت البغبغانات ويقضوا وقت ظريف. ورجعت اللمة تاني قدام بيتهم والكل كان سعيد وفرحان، والناس رجعت تسقف لهم لما كرروا الكلام الحلو في كل مكان. وعرف ونسان إنه لازم ما يكررش الكلام إلا لما يفهمه ويسأل الأول على معناه، وإن الناس بتحب اللي يقول كلام جميل، واللي بيقول كلام وحش محدش يحب يبقى معاه. وإن لما جده يقوله ما يقولش كلمة ولا يكررها يسمع كلام الكبير. وعاش ونسان وكل الحديقة بتحبه عشان ما بيقولش كلمة من غير تفكير. لو عجبتكم الحدوتة مستنية اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.